تخيل كده يا صديقي ان النادي الاهلي كان عنده لعيبه، مش هقولك ان كلهم لعيبه سوبر وان كل اللعيبه دي كانت لعيبه مستواها عالي جدا والاهلي فرط فيها، لا، لكن هقولك ان دي كانت لعيبه تحل ازمات للنادي الاهلي ولو بشكل مؤقت. من ضمن اللعيبه دي لو انت تفتكر اليو بادجي اللي جه في الفتره بتاعه رينيه فايلر، لكن بسبب موسيماني اليو بادجي بيخرج من النادي الاهلي. ناصر ماهر، عمار حمدي بيخرج من النادي الاهلي، محمد شكري، وكمان كان عنده مغربي، وما تنساش القندوسي اللي طلع عشان موديست يجي. وعلى نفس النهج ده الاهلي لسه مكمل وبيقول لك ان في كلام ان احتمال كبير كريستو هو كمان يطلع. كريستو اللي كان مقدم اداء كبير جدا قبل ما يجي النادي الاهلي، كان واحد من افضل الناشئين يعتبر، واللي كان من المتوقع له ان هو يكون قدامه مستقبل كبير جدا. فانت كواحد بتشجع النادي الاهلي، هل انت شايف ان الملف ده بيتدار في النادي الاهلي بشكل مظبوط ولا لا؟ اكتب في الكومنتات وقول لنا رايك. صباح